عشمانه في سعر رولكس. والله انا عشمانه في كرم ربنا. طيب يعني مش عارفه بجد اقول ايه يا لولي. انا باين. عادي. عشان لابس الفانيلا الداخليه يعني. لا عادي يا حبيبي انت راجل. ما علينا. انا بشارك اليوميات بتاعتي، والناس اللي متابعاني من زمان قوي عارفه الكلام ده، واغلبيه الناس اللي متابعيني عارفين كده، عارفين ان المخالة التلقائيه اللي على بقى لسانها. بشارككم الحلو وبشارككم الوحش. جبت ده انا لما لو شاريه كيس خضار من السوق بطلع اقول لكم انا جبت 1 2 3 4. طلعت وريتكم الساعه الجديده اللي انا اشتريتها، وان هي حلوه قوي، وان هي ان الساعه دي يا جماعه عامله 10 ريال وشكلها جميل وشيك. وجه الساعه بتاعت خالد قلت لكم دي ب 3 ريال، وعشان ب 3 ريال باظت واتكسرت ومش عارفه ايه، وقعدنا نضحك ونهزر، والولا بكل تلقائيه خالد قال لي بابا انا عايز ساعه جديده. قلت له هجيب لك ساعه جديده، هجيب لك ساعه جديده. يعني في الفيديو قايله هجيب لك ساعه جديده. ليه بقى سوء الظن؟ اغلبيه الكومنتات عايزه ساعه رولكس، عشمانه ان حد يبعت لها ساعه. ليه سوء الظن؟ ليه سوء الظن؟ يعني انا بغني وبرد على نفسي في الفيديو، بغني وبرد على نفسي. لو اللي بيتكلم مجنون المستمع عاقل. قلت في الفيديو، كلامي كان في الفيديو، هجيب لك يا حبيبي دلوقتي ساعة جديدة. ده اللي انا قلته، ما طلعتش قلت. انت ما غلطتيش يعني. لا ازاي بقى، هو لازم فاهم انت. بيضة في عيش فينو، يعني اللي كاتب الكومنت بيضة في عيش فينو، فاهم انت؟ بيضة في عيش فينو او بيض وفينو، حاجة من الاتنين يعني. بلاش يا جماعه تسيئوا الظن في اللي قدامكم، وبلاش تشيلوا ذنوب وانتوا قاعدين، واتقوا الله كده، واهدوا كده على نفسكم شويه من ناحيه ام خالد. يعني اهدوا كده، بلاش سوء ظن. ام خالد تلقائيه وعفويه واللي على قلبي على لساني، والفيديوهات كلها والله بتبقى هزار وضحك. وكمان اي فيديو اي فيديو انا بنزله بيبقى فيديو عادي جدا مفيهوش اي حاجه. انت حر ما لم تضر. لا بطلع اضر حد ولا بطلع اذي حد ولا عايزه حاجه من حد. وبلاش بقى كل مثلا اما اعطس عطسه تحللوا العطسه دي على مزاجكم. يعني لو عطست كده بحس ان انتوا بيبقى في ناس متربصه في الكومنتات قاعدالي كده على السقطه واللقطه على اي حاجه بنزلها، متربصه عايزين بقى يحللوا العطسه اللي عطستها دي على مزاجهم. دي عملت، دي سوت، دي خلت، دي راحت، دي جت، دي قصدها، لا دي مش قصدها، لا دي كانت تقصد، لا ما كانتش تقصد، دي عايزه، دي مش عايزه. بلاش تحللوا اي حاجه على مزاجكم، بلاش تشيلوا ذنوب من الهوا. خلاص. وبعدين المفروض يعني يبقى ليكم نظره في البني ادم اللي قدامكم. عمركم شفتوني طلبت حاجه من حد بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. انا لو شميت ظهر ايدي كده هشبع. يعني الحمد لله، اللي شبع على طبلية ابوه هيبقى شبعان طول عمره. فبالله عليكم بلاش تسوءوا الظن. بس قلتها لكم كذا مره، يا رب بقى نبطل بقى نحلل ونتوقع كده على مزاجكم، على يعني اللي بطلوا تحليل على مزاجكم. يبقى ليكم نظره في البني ادم اللي قدامكم قبل ما تكتبوا له الكومنت.